أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواتي الغاليات. أتمنى أن القصة ديال اليوم تلقاكم على خير وبخير وفي أتم الصحة والعافية نتوما والأهل ديالكم والأحباب ديالكم يا رب العالمين. نبدأ الكلام ديالي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة دائمة بدوام ملك الله. القصة ديال اليوم كيحكي هشام وكيقول: هذاك الصباح فقنا أنا والزوجة ديالي ووليداتي، وهي الزوجه ديالي وهي تقول لي: اش بان لك اليوم نمشيو عند اختك فاطمه للباديه نشوفوها ونضلوا معاها تما ونفوجوا شويه. وانا عجباتني الفكره بزاف وفرحت، في نفس الوقت قلت لانني توحشت اختي بزاف، واخا كنهضر معاها في التليفون وداكشي، وبغيت نمشي نشوفها لان هاد اختي ارمله، لان الزوج ديالها يلاه توفى هذه شي سنه وخلى معاها وليد وكتعيشها هي والوليد ديالها. وداكشي علاش قلت نمشيو نشوفوها نطلعوا عليها ونجمعوا معاها مسكينه شويه ونفوجوا عليها شويه. يلا حنا كنوجدوا باش نمشيو وهي تجي عندنا نسيبتي. ملي جات وهي مراتي وهي تقول لي: دابا مي جات عندنا واش غادي نديروا هذا؟ وانا نقول لها: هانتي شوفي، الا بغات تمشي معنا مرحبا بها، راه تمشي معنا. هي هذيك مشات معنا نسيبتي، مشينا شدينا الطريق وصلنا عند اختي. ملي وصلنا اختي فرحات بينا بزاف لانها حتى هي مسكينه توحشاتني بزاف وفرحات بالطله ديالنا عليها. هي هذه جلستنا في الصالون. وليداتي كيف ما تعرفوا جميع الوليدات ملي يمشيو للباديه ما كيدخلوش من الباب كيمشيو يلعبوا، هما والوليد ديال اختي مشاو كيلعبوا الدراري برا. حنايا دخلنا للصالون انا والزوجه ديالي ونسيبتي، واختي مشات للكوزينه وتعطلات شويه شويه وهي تجيب واحد الصينيه فيها 2 كيسان ديال العصير ديال الليمون وكاس واحد كيبان انه فحال ما. هي هذيك عطات لنسيبتي كاس وعطات للزوجه ديالي كاس، وانا قالت لي: وانت خويا انا عرفتك عز عليك 7 اب مناضه، داكشي علاش انا عطيتك 7 اب عوض من العصير، لان عرفتك من صغرك وانت عزيزه عليك هاد المناضه. هي هذيك ملي جيت غادي نشرب من الكاس، للمفاجاه لقيت انها ماشي 7 اب، بل انها كانت مجرد ماء. داكشي علاش انا شفت في اختي وشافت فيا وتبسمات وحضرات راسها وحشمات. حسيت في هذيك الفتره ان اختي حرجتها، يعني لان ربما ما عندهاش الليمون كافي باش غادا دير لي حتى انا عصير. وداكشي علاش عطاتني انا الماء على اساس انه مناضه باش ما تحشمش قدام نسيبتي ومراتي. وبديت شربته وهي نسيبتي وهي تقول لي: تا انا بغيت الا كانت باقا شويه 7 اب بنيتي جيبي لي تا انا شويه، عزيزه عليا هاد المناضه بزاف وكتهضم ليا. داكشي علاش باش ما نحرش اختي نط انا الكوزينه. ملي دخلت الكوزينه لقيتها بعدا خاويه، ما فيها، ما كاين لا اثار ديال الطياب ولا حتى شي حاجه ما سايره كطيب في الكوزينه، لا حتى شي حاجه، يعني ما كاين لا غدا لا والو. درت براسي انا هزيت واحد القرعه كانت محطوطه تما وانا نهزها وطيحتها زعما بالعاني. هما سمعوا داك الهراس وانا نمشي عندهم وقلت: نسيبتي سمحي لي بزاف، راني هزيت القرعه باش غادي نكبلك، وهي طيح ليا من يدي وتهرسات. قالت لي: نسيبتي صافي ماشي مشكل. داكشي علاش انا ملي شفت اختي عرفت راسي انني جيت انا وعائلتي في وقت غير مناسب، وانني حطيت اختي في واحد موقف محرج بزاف، وهي دابا راه حشمانه وما عارفاش مسكينه اشنو دير. داكشي علاش جاتني الفكره وقلت لها: اشنو بان لك اختي، حنا جينا عندك اليوم ولكن غادي ندير واحد المفاجاه، غادي نمشيو نتغداو في واحد الستاسيون اللي ولا حداكم جديد هنايا. يلاه ولا راني سمعت كاين فيه واحد المطعم واحد المقهى زوينه كيجيو لها العائلات وفيها حتى قاعه ديال الالعاب ديال الوليدات. شبان لك اختي تمشي معانا؟ غادي نديكم ونمشيو نتغداو تما عوض ما نبقاو في الدار دابا هنايا، نمشيو تما. اختي عرفتي وجهها عادت تبشر وعاده فرحات مسكينه، دخلتها واحد الفرحه حسيت بها كبيره، وبحال كانت في واحد المأزق وخرجات منه.
وهي تقول لي واخا خويا واخا اللي بغيتو. انا غنكون فرحانه الا مشيت معاكم، حتى انا باغا نمشي وباغا نفوج مراتي ونسيبتي تا هما فرحوا بزاف، ما قدتهم فرحه، قالوا لي اييه نمشيو هاد البلاصه اللي قلتي زوينه وهادي نمشيو نفوجوا فيها، علاش لا؟ كثريه فيها اللعاب، فيها داك الالعاب يلعبوا فيهم الدراري وحنايا نجلسوا نفوجوا لينا تما شويه ونتغداو. داكشي اللي كان. اختي لبسات جلابيتها ولبسات ولدها بدلات ليه، ومشينا لهداك المطعم اللي كاين في الستاسيون. المهم تغدينا والدراري لعبوا تما في داك الالعاب، ودوزنا واحد النهار ما نقولش لكم، نهار زوين بزاف. اكثر هي ان هذيك البلاصه زعما زوينه ديال العائلات، فيها واحد الجرده كبيره وفيها الالعاب ديال الاطفال كيف ما قلت لكم، وفيها الازهار على الاشكال، وفيها المسجد، فيها اللي بغيتي كاين متوفر. يعني دوزنا واحد النهار زوين بزاف. وانا اللي زاد فرحني اكثر هي انني شفت اختي فرحانه بزاف هي وولدها. يعني فاجيتها عليهم هذاك بهذيك الخرجه اللي خرجتهم، وتا هما فوجوا معانا، ومراتي ونسيبتي تا هما بطبيعه الحال كانوا فرحانين، والوليدات تا هما فرحانين وكلشي فرحان. وانا حسيت براسي انني درت واحد الحاجه زوينه، انني خرجت اختي من هذاك المأزق اللي كنت حطيتها فيه وهذاك الاحراج اللي كنت غادي نسبوا لها. ملي سالينا ولعبوا الدراري وداكشي وتغدينا وسالينا صافي، وحنا رجعت اختي والوليد ديالها للدار ديالهم في الباديه. وملي وصلنا مراتي ونسيبتي قالوا لي هانت بلا ما ننزلوا صافي نمشيو في حالنا. وانا دخلت مع اختي وولدها حتى للدار، وعنقت اختي بزاف وقلت لها سمحي لي يا اختي اليوم جيت عندك على غفله وفاجأتك وما علمتكش. هاد المره الا بغيت نجي ضروري غادي نعلمك قبل بيومين ولا شنو عاد نجي عندك. وملي سمحي لي بزاف، انا عرفت انني حرجتك. وهي تعنقني بزاف حتى هي مسكينه وقالت لي لا انت اللي اسمح لي يا خويا جيتي عندي وما لقيتي عندي والو، وراني حشمت بزاف جبتي عندي نسيبتك ووليداتك انا ما لقيتي عندي والو، اسمح لي يا خويا بزاف لانني ما حتى انا حرجتك. قلت لها لا بالعكس انا اللي حرجتك وسمحي لي. قالت لي انا كنشكرك اخويا على هذه الخرجه اللي خرجتيني انا وولدي وفاجيتيها عليا، ما تصورش اخويا شحال فرحتيني. صافي وانا جبت واحد البركه من جيبي وعطيتها لها، قلت لها انت اختي هذه تتقداي بها وشوفي الا خاصك شي حاجه انت وولدك، وانا ما غنبقاش نغيب عليك، ضروري غنولي نجي عندك ونشوفك شنو خاصك، ودائما حنا على اتصال في التليفون، وهاد المره ملي نبغي نجي انا ضروري غادي نعلمك. ومشينا انا والعائله ديالي رجعنا لدارنا. واللي نبغي نقول لكم اخوتي وخواتاتي انكم هاد المره تبغيو تمشيو عند شي حد ضروري تديو في يديكم شي حاجه، وضروري ولا تعلموه. اكثريه الناس ديال الباديه راه ملي ما كتمشيو بلا ما تعلموا راه عاد كتحطوهم في واحد الوضع اللي موقف زعما اللي كيكون يعني كيتحرجوا بعض الاحيان اغلب الاحيان كيتحرجوا. ضروري تعلموهم وديو في يديكم شي حاجه، سواء مشيتوا في وقت الغدا ديو معكم الغدا ديالكم تقداو وديوه، مشيتوا في وقت الكوتي تاني ديو معكم شي حاجه ديال الكوتي. ما عمركم ما تمشيو بيديكم خاوين، ولو انكم تكونوا غاديين معروضين عاد شي حد عارض عليكم ضروري تديو في يديكم شي حاجه من الصواب. وعاد بالاحرى انك الا كنتي غادي عاد اختك ضروري خصك تدي في يدك شي حاجه، ولو تكون انها تكون مسك عليها الله ضروري خصك تدي شي حاجه في يديك. ولا ودائما ما بين الخوت خص تكون واحد العلاقه زوينه، والخو دائما يسول في اختو، والخت حتى هي تسول في خوها، واللي ما عندوش نعاونوه ونساعدوه ونوقفوا معاه وما نبخلوش بداك الشيء اللي عطانا الله باللي كان. راه الخاوه حدها الدنيا. وهذا هو الختام ديال القصه ديال اليوم اخواتي. الا عجباتكم اخواتي هذه القصه شاركوها مع الحباب ديالكم، ودعموني بلايك وباشتراك. وهذا الى فيديو قادم باذن الله. دمتم في امان الله.